إلى حضرة الرئيس البرنامج، أحييكم تحية إسلامية، تحية يكرم بها أهل الجنة، تحية تدخل قلوب السرور والسلام. ويا أيها السامعون المحبوبون، بسم الله نبدأ قولا سديدا ونسأله توفيقا في الكلام. يا ربنا اجعلنا سعيدا في درب العلم والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا وحيدا قبله في يوم التناد. الصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي ناشر دين الإسلام بين سائر الأمة والعباد. أما بعد، أيها السامعون المحبوبون، لا أنسى أن أشكر على رئيس الجلسة التي قد أعطني فرصة نفيسة حتى أكون قادرة على إلقاء الخطبة العربية تحت العنوان الإسلام والفكرة القومية. أيها الإخوة البرارة، الإسلام هو الدين الكامل ومنهجه الشامل، ينظم جميع الجوانب الحياة اعتقادا وسياسة واقتصادية. هو الدين الذي ينظم الناس فردا وأهلا ومجتمعا، وينظم الأمر العباد بربهم وبعضهم ببعض، فردا بفرد، فردا بالمجتمع والمجتمع مع الآخرين. باعتبار آخر، فإنما منهج جامع النظام في هذه الحياة اعتقاد خير إعجاد، فالإسلام منهج شامل ينظم كل شيء وعلى مدى الزمان. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية. وحينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى، قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا قد ذكر لنا منه علما. فالمعنى كل جوانب الحياة قد وجد فيه علمه ومنهجه ودستوره وقانونه الذي بينه الإسلام، حتى كل النظام في هذه الحياة قد بينه الإسلام، وهذا النظام مقرر على مدى الزمان. إخواني المحترمون، وهذا الآن هناك محاولة الفصل بين الفرد والدولة، فالمقصد هناك طائفة الذين يريدون الحياة الفرد ينظمها بالدين، ولكن الحياة الدولية والمجتمعية ينظمها بالخاصة. هل الإنسان يريدون أن نوجد حكما نفسه وإيجاد حكما من حق الله تعالى وحده؟ فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية. فليس من حق أي حق أن نوجد النظام التي تعترف أحكام الله تعالى. نعم، يجوز للإنسان أن نوجد حكما ونظاما، ولكن حكم الذي لا تخالف أحكام الله عز وجل، لأن قد قررنا بأن محيانا ومماتنا لله رب العالمين، فوجب علينا أن نقدم مصلحة الدين من المصلحة الغير.
إخواني المحترمون، الفكرة القومية فيها مذهب. لو تعارضت مصلحة الدين والمصلحة الدولة، فالمصلحة الدولة لابد تأتي الأولى. إخواني الأعزة، لو تأملنا سيرة الأنبياء وتابعيهم لوجدنا عداوة بينهم وبين أقربائهم بسبب اختلاف الدين. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه من قبيلة واحدة، وإبراهيم عليه السلام وأبو لهب من قوم واحد، ولوط صالح وشعيب وأقوامه من قبيلة واحدة، فلماذا تحدث عداوات بينهم وبين أقوائهم وهم من قبيلة واحدة؟ والسبب ليس إلا اختلاف العقيدة واقتصاد والدين. أيها الإخوة البررة، بامتياز الحيوات هو الدين، وذروته هو الدين، ليس بامتياز القبيلة والجنس والدولة. فهيا نحن نقدم مصلحة الدين من المصلحة الغير، لأن الله عز وجل قد وعد بالجنات لمن يفضلون الدين. أيها الإخوان المحترمون، أيها السامعون المحبوبون، إخواني الأعزة، وأخيرا شكرا على كل اهتمامكم، وأقول قولا هذا: انظر ما قال ولا تنظر من قال. بالله التوفيق والهداية والرضا